فيلمنا بيبدأ مع ايدي اللي بيكون رايح لكليدس علشان يعرف منه مكان الناس اللي قتلهم، وكليدس بيرفض يقوله على المكان وبيقوله ان دي البداية وبيسيبه ويمشي. وبتظهر فرانسيس والشرطة بتقبض عليها بسبب قدرتها الخارقة في الصوت اللي بتسبب دمار للشخص اللي بيسمعها، وبيحجزوها في مكان مخصص علشان ما تأذيش حد، ويدخلوا لها الاكل لكن مش بتهتم بيه، وبتقرا الجورنال علشان تعرف اخبار حبيبها كليدس. وكليدس ما بيكونش عايز يعترف على مكان الجثث وبيطلب يقابل ايدي. لما بيروح له الضابط بيقول لايدي انك فشلت معاه لانك معرفتش تخرج منه بمعلومة مفيدة، وبيخرج له فينوم وبيكون عايز ياكل راسه، وبياخده ايدي الحمام وبيقول له قلت لك قبل كده ما تتدخلش في شغلي. فينوم بيقول له ده بيغلط فينا وبيقلل مننا. ايدي بيقول له ما تتدخلش في الموضوع. فينوم بيقول له ان احنا نقدر نعمل المهمة لوحدنا. وايدي بيخرج للضابط وبيقول له انا هدخل لكليدس، وبيدخل لكليدس ويقول له عايز ايه وليه انا بالتحديد اللي اخترتني. بيقول له انا عايزك توصل رسالة للناس وبعدها احكي لك كل حاجة عني وكل اسراري. فايدي بيوافق. فكليدس بيقول له اكتب الى حبيبتي فرانسيس انا محبوس بين 4 حيطان. وبعد ما بيخلص بيسيبه ايدي ويمشي. وهو ماشي فينوم بيقول له بص هناك. بيقول له في ايه؟ بيقول له ايه الرسم اللي على الحيط ده؟ وبيقول له ان دي خريطة المكان وتقريبا اللي شايل فيه الجثث. فبيروحوا البيت وبيبدأ فينوم يرسم له مكان على شكل بيت، وايدي ما بيفهمش، وبيرسم له شجرة وبرضه ما بيفهمش، وبيرسم له خريطة على شكل جزيرة، وبيفتح النت وبيجيب صورتها وبيقول له هو دافن الجثث على الجزيرة دي. فبيبلغ الشرطة وفعلا بيلاقوا الجثث. وكليدس وفرانسيس بيتجننوا انه كشف خطتهم، والضابط بيغضب لان ايدي قدر يوصل لمكان الجثث. بعدها فينوم وايدي بيقعدوا قدام التلفزيون يتفرجوا على الاخبار وهم بيشكروا ايدي. فينوم بيقول له محدش جاب اسمي. فبيتضايق فينوم من اللي حصل وبيقول له انا نفس الناس تعرفني واظهر للناس. فايدي بيتضايق منه وفينوم بيرميه على الارض. وفينوم بيقول له انا جعان فبيسيبه ويقعد على اللابتوب. فبيقول له انا جعان وبيتضايق ايدي فبيقول له خلاص. وراحوا السوبر ماركت علشان يجيب له اكل فما بيلاقيش اكل فغضب فينوم. وهم بره فينوم بيقعد يدور على حاجة ياكلها، وهم ماشيين بيلاقوا بلطجي. فينوم بيفرح ويقول له هاكل راسه. فبيمسكه من رجله ويرفعه لفوق علشان ياكل راسه. فايدي بيقول له نزل الراجل وبيزعق. فبيرميه بعيد وبيطلع فوق وبيسيب ايدي متعلق في السقف. واني بتتصل بيه وتقول له عايز اقابلك بكره. فبيروح يقابلها وبتوري له الدبلة اللي في ايدها وبتقول له انا اتخطبت. فينوم بيقول له انت هتسيبها تضيع منك؟ فبيقول له اسكت خالص. فبتقول له انت قلت حاجة؟ قال لها لا. بتقول له هو فينوم لسه معاك؟ قال لها ما انت عارفة انه مات. وبعدها بيمشي وبيسوق الموتوسيكل بسرعة جدا. وفينوم بيقول له ما تزعلش يا صاحبي من اللي حصل. وتاني يوم فينوم بيحضر الفطار وايدي بيكون متضايق لانه بيدمر له المطبخ. وبيجيب له البريد فبيلاقي رسالة من كليدس وبيقول له قبل ما تعدم بسببك حابب اقابلك مرة اخيرة. فينوم بيقول له سيبك منه ده راجل مختل. فبيقول له لا هروح اقابله لان كنت السبب في موته. وفعلا بيروح له ايدي وبيقول له انا هنفذت لك طلبك. وبيقول له انت جاي تشمت فيا. فبيقول له قول عايز ايه. فبيقول له مش انا الواحد اللي باذي اللي بقرب منهم، انت كمان بتعمل كده. وبيقول له اتمنى ما تشوفش يوم حلو في حياتك. فبيغضب فينوم وبيطلع يكسره في الزنزانة. لكن كليدوس بيعض ايد ايدي والامن بيتدخل. وكليدوس بيشرب دم ايدي وبيستغرب من طعمه. وفينوم بيقول لايدي انا غلطان. فبيقول له انت هتفضل كده مش هتتغير. وبيقول له انت كل اللي شغلك انك تاكل الناس وعايز تظهر قصادهم. فبيغضب فينوم ويضربه بالدماغ. فايدي بيعتذر له وبيضربه واحدة تانية وبيبدأوا يتخانقوا. فايدي بيشغل الانذار وبيهرب فينوم وبيسيبه ويمشي. وبيدخل جسم شخص تاني وبيكسر له الموتوسيكل بتاعه. وقبل ما يمشي بيقول له خد دي. وكليدوس بيكونوا خلاص هيعدموه، لكن كارج بيكون اتولد في جسمه بسبب انه شرب دم ايدي. وبيبدأ يكسر المكان ويخرج بره ويبدأ يخلص على كل اللي في المكان ولا حد بيعرف يوقفه. وبتكون اسلحته فتاكة اقوى من كل اسلحتهم وبيخلص عليهم كلهم وبيخرج من السجن خالص. وبعدها بيروح الضابط لايدي وبيقول له ان كليدوس هرب من السجن وانت الوحيد اللي كان بيتكلم معاك. فبيقول له انا معرفش عنه حاجة. فبيقول له كذاب، هو قالك على خطة هروبه زي ما قالك على الجثث. فبيقول له انا عرفت مكان الجثث لوحدي. فبيقول له خلاص اعرف هو هرب لوحدك. وايدي بيقعد وبيكون مش عارف يعمل شيء وبيقول فينك يا فينوم. وفينوم بيكون في حفلة تنكرية وبيكون الكل معجب بشكله. وبيخلص الحفلة ويمشي وما بيكونش مندمج مع حد منهم وحزين وبيقول وحشتني يا ايدي. وفي الوقت ده بيروح كليدوس لفرانسيس ويكسر المكان اللي هي فيه ويقتل الموجودين.
وفرانسيس بتكون فرحانة جدا وبيركبوا العربية والشرطة بتكون وصلت. كليدوس بيوقف العربية وبيخرج كارج ويدمر عربياتهم، وفرانسيس حبت تساعد كليدوس وبتصرخ علشان تأذي الشرطة، لكنها بتأذي كارج وبيقولها لو صرختي هقتلك. وفينوم ما بيكونش عارف يعيش مع حد غير ايدي، فبيروح لسادي في الماركت ويقول لها جعان، فبتقول له ايدي فين، وايدي الضابط بيقبض عليه وبيبدأ يحقق معاه. واني بتجيله تزوره وتقول له ايه اللي حصل، فبيحكي لها وبتقول له هتعمل ايه، فبيقول لها انا محتاج فينوم علشان يساعدني. فبتقول له كنت متاكده انه لسه معاك ما ماتش، هو عندي سادي بتاعه الماركت. وفعلا بتروح لسادي وبتقول لها في حاجه، بتقول لها انا عايز اتكلم مع فينوم، وبتقول له اخرج علشان نتكلم. فبيخرج لها، فخطيبها بيخاف وبتقول له ايه دي محتاج مساعدتك، فبيقول لها لا، فبتقول له مش عايز تدخل جسم تاني، فبيوافق وبيروح معاها. وكليدوس بيكون مع فرانسيس وبيقول لها اننا نقدر نتجوز دلوقتي بعد ما اتحررنا، بس الاول لازم اخلص على ايدي. كارج بيقول لهم اني لازم اخلص على فينوم لانه خاين. واني بتروح لايدي بفينوم وبتخرج ايدي من السجن، وفينوم بيقول لايدي اعتذر لي علشان ارجع لك، فبيقول له انا اسف. فاني بتقول له هو بيفكر يرجع لك، وفينوم بيخلي اني تاخد ايدي بالحضن وبيرجع لايدي تاني. واني بتاخد خطيبها وتمشي، وفرانسيس بتهجم على خطيبها، تطلع لاني فوق وبتسالها فين حبيبك، فبتقول لها راح يقضي على حبيبك، فبتضربها بالدماغ ويغمى عليها. وبتنزل لخطيبها وبتقول له قول لي ايدي لو ما جاش في العنوان ده هخلي كليدوس ياكل دماغ اني. وبياخدها ويروح الكنيسه وبتبدا مراسم الجواز. لكن فجاه بيدخل فينوم وبيقول لهم تعالوا تحدوني، فبيخرج له كارج. فينوم بيخاف وبيدخل جسم ايدي، وايدي بيقول له اخرج والا هموت. وكليدوس بيقول له تعالى يا ايدي. ايدي بيقول لفينوم اخرج وانا اسيبك تاكل دماغتهم كلهم، فبيخرج لهم. وكارج كمان بيخرج، وفرانسيس بتصرخ علشان تاذي ايدي، فبتاذي كارج فبيضربها وبيقول لها اسكتي، وبتبدا المعركه بينهم. لكن كارج بيكون اقوى منه وبيضربه بالسهام في جسمه. بعدها كارج زنقه في الحيطه علشان يقتله، لكن قبل ما يضربه خطيب اني بيرمي عليهم نار وبنزين علشان يبعدوا عنه. بعدها بيبدأ يخبط كارج ويحدفه بعيد، لكن كارج بيعمل وضعية الشبكة ويضرب فينوم بالدماغ، وفينوم بيرجع جسم ايدي تاني. وكليدوس بيروح لايدي ويضربه ويقول له انا مجنون وبحب انتقم. وبيخرج كارج وبيقول له قبل ما اقتلك هقتل حبيبتك قدامك. وبياخد اني ويطلع فوق وبيرمي على فينوم وايدي حجارة علشان ما يقدروش يتحركوا. وكارج بيقول لكليدوس انا لازم اقتل حبيبتك لانها ممكن تأذينا، فبيقول له لا، وبيحاول يخرج من جسمه لكنه مش بيعرف. وفينوم بيشيل الصخرة عنه ويطلع عليهم فوق. وكارج بيكون هيقتل اني، لكن فينوم بيضربه بالماسورة في راسه وبينقذ اني. وكارج بيستغل الفرصة وبيخرم في جسم ايدي وفينوم بينزل اني، بيقول له اننا لازم نحرقه علشان نقضي عليه. وبيبص لفرانسيس وقبل ما تصرخ بيضربها، وبتنزل لتحت وهي نازلة بتصرخ صرخة جامدة بتفرق الاربعة عن بعض. وفرانسيس بينزل عليها الجرس وتموت. وكليدوس بيقع على الارض، وكارج بيكون رايح له لكن فينوم بيمسكه وبياكله. وايدي بيهرب بفينوم، واني بتهرب مع خطيبها بعد ما وصلت الشرطة للمكان. وفينوم بيقول لايدي انا حاسس انك مش عايزني في جسمك، فبيقول له للاسف احنا ما نقدرش نعيش من غير بعض. وبياخده يوديه البحر زي ما كان عايز، وبيقول له انا اسف اني ما كنتش بعمل لك اللي نفسك فيه، فبيقول له ولا يهمك يا صديقي. وبيروحوا البيت بيلاقوا الاعلان بيتكلم عن سبايدر مان. فينوم بيتضايق ويقول له احنا لازم ناكل دماغ البطل ده. وهنا بينتهي فيلمنا.